بسم الله. دلوقتي يا اصدقائي النهارده يا شباب هنلعب لعبة ممكن. طبعا هعلمكم كيف تلعبوها بطريقه سهله جدا. وطبعا ممكن دي بتبقى موجوده في كتاب المعاصر من سنه اولى لحد سنه 6، وطبعا كل عمر بيختلف عن التاني. دلوقتي بنبدا كل حاجه، كل واحد بياخد بلاير واحد وبلاير 2. ومتنسوش تعملوا اشتراك ولايك. قبل ما نبدأ الشرح طبعا اهو ابراهيم مثلا خد بلاير رقم 2 اهو، بيبقى مكتوب عليها بلاير رقم 1. ولو تختار كل الشخصيات، وعندنا لعبة ممكن جوا بس الشخصية التانية. ايوه، واول ما بنبدأ كل واحد بيبدأ يختار شخصية. هتختار انهي شخصية يا ابراهيم؟ مثلا تختار شخصية العسل او الواد او انا اخترت الولد ده مثلا. وطبعا انا بشرح لكم طبعا الشالنج، والفائز بياخد دي. ولو حد وصل لغاية الأدوار هو اللي هيكسب. ايوه، اللي يبقى معاه فلوس كتيرة او يخلص الورق بتاعه اللي هو بلاير 1 وبلاير 2. طبعا كل واحد بياخد واحدة سكايب وواحدة بلاير 1 وبلاير 2. سكايب بتخليك تخطي الدور اللي انت مش عارفه. استنى اقول حاجة، ولما عرفتوش اللعبة قولونا في النت، قلنا في التعليقات. سكايب دي لو ما عرفتوش الإجابة هتتخطوا مثلا الدور، ولو خلصت السكايبات طبعا هتبدأ تدفع 50 كوين ممكن. ممكن تدفع فلوس تانية من الأخضر. والفلوس بتجيلك من السؤال اللي هنا، مثلا بيقولك هنا السؤال. مثلا هبدأ أشرح العلامات الموجودة في ورقة اللعبة. مثلا أنا ببدأ أول ما بنبدأ كل واحد بيبدأ ياخد 200 جنيه. اتفضل يا إبراهيم. 200 جنيه اللي هي الحمراء دي. كده نبدأ. مثلا أنا اخترت مثلا النحلة، وإبراهيم اختار مثلا الولد. اتفضل يا إبراهيم. نشيل بقى الفلوس على جنب دي بتاعتنا. مثلا انت هتحطه في مكان هو مكان ستار وتحطهم هما 2 جنيه. مثلا نبدأ بقى أول ما مثلا نبدأ نلعب ناخد موف. إبراهيم مثلا هياخد دي. اللي رقمه أعلى هو اللي يبدأ يتحرك. إبراهيم 2 وأنا 1. أكيد إبراهيم هو اللي يبدأ يتحرك، ونرجع الحاجات ونلخبطها كل دور أهو كده. أنا هتحرك 2 1 2. دي معلومة. أيوة. المعلومة دي ملهاش فايدة بس تقروها. وهنا مثلا بيقول لي مثلا حاجة بتحصل في اللي هو في الجبل، مثلا بتتسلق او اي حاجه كده. مثلا انا مثلا هدور في الورقات بتاعتي اهو. وابراهيم برضو لو جالي نفس الموضوع ده هيدور في الورقات، صح يا ابراهيم؟ انا مثلا عندي هنا واتشز. ومثلا لو انتوا عاوزين تقروا الورقه دي، انتوا لو مش عارفين حاجه ايوه ممكن ترجعوا للورقه دي. ارجعوا الورقه واقروا الكلام ده. ماشي. هبدا مثلا اهو دي مناسبه، ابدا احطها كده، ويبدا ابراهيم مثلا يتحرك كده خطوه، وتاخد برضو فلوس، وياخد 100 ممكن. كل حاجه بيبقى مكتوب عليها سعر الفلوس المهمة اللي انت عملتها. وفي حاجة تاني اسمها شالنج. طبعا ده تحدي. مثلا يقول لي اهو كده شالنج، نبدأ نيجي نروح مطلعين يقول لي اي تحدي نبدأ نعمله. وفي موكد زي اول ما تيجي لي دي اذهب الى الموكد، نبدأ نروح لها اهو كده. وانا ابدأ اسحب وهو يقول لي حظ اوفر المرة القادمة، او اهو ببدأ افرجكم على الورقات. او تحصل على 50 جنيه او تحصل على 100. ونبدأ في ستوب كاردز زي دي. لعبة موكاجي دي هي كانت في الورق، رحنا قطعناها. ايوه طبعا ما تنسوش طبعا تقطعوا الورق زي ما احنا عملنا. في ورق ستوب كاردز اهو دي، نبدأ نسحب ونبدأ نعمل التعليمات. جو مثلا تذهب كده. اذهب. ماشي تمام. جو مثلا يقول لك اتحرك خطوه واحده، تتحرك ترجع خطوتين الى الخلف، ترجع خطوتين من المكان ده بس. وفي احنا كده خلصنا الشرح. وفي برضو السكايات دي طبعا للتخطي. ابراهيم طبعا هيجي يشرح لنا. طبعا لو ما عرفتوش طبعا هتيجوا طبعا ترجعوا طبعا للورقه دي.
وكل واحد طبعا بيختار شخصية. إبراهيم. وهنا ممكن تكملوا الكلمة. أيوة كده فيها أنواع كتيرة من الحاجات اللي بتبقى موجودة. لو مكتوب هنا شكل دوت بيعدي الطريق ووكر اخرها اي ار لازم في مثلا يقول لي مثلا أقول قصة مرحة وكده. أتمنى يكون عجبكم الفيديو. استنى. وممكن كمان لو قلتوا 5 كلمات هتاخدوا 50 جنيه 5 كلمات في الانجليزي. لايك واشتراك مع السلامة كده أصدقائي. مع السلامة درمك. مع السلامة.